بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس رقم 54 من دروس الفقه المالكي. وصل بنا الحديث إلى المحرمات على وجه التأقيت بعدما بينا المحرمات على وجه التأبيد. شرعا غاية مثلا الحمد لله أين يعني ثوشولت الأسرة مادام ذنساتي ذي الساس نتمتين. الأسرة نواة المجتمع، لذلك أحاطها الشرع الحكيم بسياج منيع من الأحكام الشرعية التي تحقق الاستقرار للأسرة تحقيقا لمقاصدها التربوية الاجتماعية الاقتصادية وغيرها من المقاصد. ثوشولت ساعة نزل ذم قران ذي الشرعي، لذلك إلا الزرف ذم قران أما ذي القرآن أما ذي السنة أما ذوين دجان يعني الصحابة أذي يرضى ربي في اللسن. لذلك نجد الكثير من الآيات تبين أهمية هذه الأسرة. كي نقرأ مثلا في سورة النساء الآية 21 ربنا قال وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ولاش العقد ذم يسمى ربي الميثاق أم العقد الزواج يسمى الميثاق؟ كنقارن ذي سميسي ذواليس ما نغال غلا يديوسان ذي سورة الروم الآية 21 ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يوجد استخدام اللغ نسن وسا يكو قاد استخدامنا اللغ فهمن باللي ثمسل تنتواشول ثعنا يكو مذانا. الأسرة لابد أن يعتني بها الجميع، يعني المربون والفقهاء والعلماء والحكام والعقلاء، هي قضية الجميع. لابد أن تتضافر الجهود خاصة في هذا الزمان. مدمرات الأسرة لا تعد ولا تحصى. أين تهدون ثوشولت ذي الزمان قد ينسايشي أطاس أهات وقاذي تهدون أكثر بقاذي فنون وذين قريحا وذين وعرا. لذلك رب سبحانه يفكى يغدا كل يثقي في الأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام كيف أطاس ذي السنة. ذكرنا بعض الأحاديث وسنذكر الأخرى في مستقبل الأيام ما يتعلق بتلك الأحكام الشرعية الواردة في الكتاب والسنة التي ترافق الأسرة قبل الإنشاء وعند الإنشاء وأثناء تكوين الأسرة وحتى وأثناء مواجهة التحديات والأعاصير والزلازل والهزات حتى عند الفراق. مع ذلك أحكام الشريعة ترافق هذه الأسرة حتى بعد الفراق. أمر عجيب. ولاش الأحكام يكذي الدنيث أما ذي الفلاسفة الفيلوزوف أما ذي القوانين للدنيث أما ذي الحضارات التقديمين ولاش ويديف كان يعني الأحكام أما كلان ذيث الشرعيث ونحن مضربات نشكر ولا ذيث جاديث نفادي مغارن أكو تسمغارين قارن أرجاز تارجا ثمطوث تمذا. هذه من الأمثال السائرة التي تبين علاقة التكامل بين الرجال والنساء لا علاقة الصراع. أرجاز
تارقة، ثمطوث تامذة، أرقاز ثارقة تساوي دمان. الراجل كي الساقية، الساقية تجيب الماء، وثمطوث المرأة كي القلتة، يعني ثمذة، القلتة ثمذة تجمع مان. وكذلك المرأة كي القلتة تجمع الماء، معنى تحرز، تحافظ على الأسرة، تحافظ على الأولاد، وتحافظ على المال، وتحافظ على كلش. وأي واحد يتزوج يقول لك الفلاني دار الدار، دار ماشي بنى الحيوط. ما فائدة الحيوط إذا كانت ساكنة الحيوط تدمر الحيوط ولا تهبط السقف، ما عندهاش معنى. لذلك حتى في عمق المجتمع، ثقافة المجتمع يقول لك الثاني دار دار. وفي مثل آخر أيضا بالأمازيغية يقول ثمطوث حرزن ثيوغا يشرزن، يعني ياكل مثولاقي مرة ميلا نستولسن أدن جماعا الناف باللي أتوليهم ثواشولت سيني لها باش ثواشولت تخدم الشغليس داخل المجتمع. لذلك بعد هذه المقدمة الخفيفة أذكر سادتي الأفاضل بأن موانع الزواج قسمان. القسم الأول موانع المؤبدة، وقد شرحناها لأنها متعلقة بأسباب لا تقبل الزوال، شرحناها فيما سبق بالتفصيل. القسم الثاني الموانع المؤقتة، وهو ما سنشرحه الآن. الموانع المؤقتة كما يدل عليها اسمها مرتبطة بسبب أو بأسباب قابلة للزوال. يعني ممنوع الزواج سكران تلاوي السبة مؤقتة، ما تروح السبة هذه يغاد الحلال. ترفع الحرمة ويحل محلها الحل والإباحة إذا زال السبب، فالحكم إذن مرتبط بالسبب وجودا وعدما. هي 7 ثم زوالوث. المرأة الأولى المرأة المحصنة، المرأة المحصنة متزوجة، زوجة الغير التي في عصمة شخص آخر، رجل آخر، معناه ثمطو في جوج داين في جوج خلاص. نهضرت فيما سبق في موضوع الخطبة كي قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى ينكح ويترك، يتزوج ويترك، بمعنى يعلمنا الأدب. كيس من سمع بلي فلان تلقى مخطوبة برك، مخطوبة ممنوع تخطبها، مخطوبة خلاص عند الركون، يعني داين مستفهاما تتوخضب الى الايجاب والقبول ظل فنس في كانت سيدي يزمن اوال داين خلاص. الى قال يسيون يعني ينافس، ولا ليس من الادب ولا من الذوق ان يفعل ذلك. وهكذا ارادنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ان نرتقي في مدارج الاخلاق ومكارم السلوك. لذلك وما أدراك، ومن باب أولى إذا كانت متزوجة ثم تتزوج داين. والزواج يتم بعقد، بمجرد عقد الزواج الشرعي حتى قبل المدني، قبل الخدمة ديال الإدارة، لأنه العقد هذه شرعي ما راه غير الفاتحة، مي غير الفاتحة داين سمطوثيس، ولما مازال ثم غرا مازال، ولكن ثم داين غير الفاتحة داين. والحمد لله في سجل الملائكة عقد الزواج تم. الشيخ يقرأ الفاتحة قدام الشهود قدام الناس كذا، خلاص الفاتحة تمت وعقد الزواج تم داين. ذا شو مازال الجانب الإداري، الجانب المدني سنشرحه في الوقت المناسب. مثلا في القانون الجزائري، القانون 84/11 المعدل والمتمم بالأمر 0502 المادة 18 الارتيكل 18، المشرع الجزائري قال لك هناك جهتان مختصتان في تسجيل عقد الزواج، هي اللي هو ضابط الحالة المدنية والموثق نوتير. كان اللي يروح البلدية يدير عقد الزواج لاكت، كان اللي يروح عند النوتير عند الموثق. هذه سيأتي بيانها في الوقت المناسب. طيب إذن إخواني الكرام، المرأة المحصنة ذا متزوجة زوجة الغير لا يجوز الزواج بها مؤقتا. لو كان يموت زوجها ولا تطلق بعد فوات العدة يجوز أن يتزوجها
غيره مطلقه، يعني يجوز غير المطلق، يعني يجوز لغير المطلق أن يتزوجها بعد فوات العدة. ثقي سنشرحها بعد حين. صافي ثم طوث نغد المحصنة ثقي المرأة الأولى. في السناف ذا شوت الجمع بين محرمين. 3 كلمات: الجمع بين محرمين. باش نلخصوا كلام طويل: الجمع بين المرأة وأختها سواء كانت شقيقة أو من جهة الأب أو من جهة الأم، والجمع بين المرأة وخالتها، والجمع بين المرأة وعمتها. وقياك هيد نخصص 3 كلمات: الجمع بين محرمين. يعني يون مالي ثمطوثيس سنر غورس ورسالة الحق ديرو ثمطوث النظام، يعني ستيلياس إثمطوثيس. مثلا أسيد والتماس ممنوع، ذا حرام. ربي يدير القرآن الكريم في سورة النساء الآية 23: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. علاش قال ربي ما قد سلف؟ خاطر الجاهلية كانوا عايشين في ضلال. يجي يزوج امرأة ويزيد معها أختها، ممكن يجيب معها عمتها، ممكن يجيب خالتها، ما يهموش، ما كان لا دين لا والو. ولكن ربي سبحانه قال: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. أين يعدن يعدى، أين يعدن يعدى. ذاك ربي غفور رحيم. فين يعدن؟ قبل نزول التشريع، ولكن بعد نزول التشريع ذاك. ومن بعد الأحاديث السنة بينت وفصلت، يعني منعت الجمع بين المرأة وأختها، بين المرأة وخالتها، بين المرأة وعمتها، وقي معيش الجمع بين محرمين. مثلا تجي المرأة الثانية. الثالثة معتدة الطلاق، المعتدة من طلاق أو وفاة. شو المعنى يس؟ ثمطث مرة ثفرا وري زميرارا أدي السوايض أذي جوجيذس ذي المدة العدة، لا بيريود العدة لعدة ربي، نقال عدة ربي. فينا ممنوع العدة شحال؟ راهي موجودة في الآية 128 من سورة البقرة: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. 3 القروء بلا ما يشمل التفصيل الخلاف الفقهي في معنى القرء، والقرء لفظ مشترك، فاختلف الفقهاء إلى مدرستين كبيرتين، إلى فريقين كبيرين: الحنابلة والحنفية. الأحناف قالوا بأن القرء المراد به هو الحيض، ولكن المالكية والشافعية قالوا بأن القرء المراد به الطهر. ولكل فريق حججه وأدلته، وليس هذا موضوعنا للتفصيل فيه، ويكفي هذا البيان أو تكفي هذه الإشارة. إذن ما لا ثمطث ثفرة المدة العدة الويكسان الحقاتي دير ذا قازيز. حكمة الله اقتضت، أعطت فرصة لزوجها اللي طلقها إذا كان ندم يرجعها في مدة العدة طلاق رجعي بدون عقد ولا مهر جديدين، ما يحضر لا الشهود ولا الوالدين ولا سهلة مهلة. إذا كان رجعها في فترة العدة، ما يرتد مثلا يوني فرث مطوثيس البرمي جونفي 1 جونفي فرياس عدنا 10 أيام إزمال تدير 20 يوم 30 يوم 40 يوم 50 يوم عادي مازال مدة العدة. سبحان الله، ربي سبحانه الحكمة ينس فكياس تسمح يومذان أذي خمم أذي يندم أذي يحزب هذا ذي الشوار ما يبغى تدير أتدير ولو كان التليفون: ألو مدام داي خذوا الشيطان، كلمة واحدة يرجعها بالاس ام اس بيسكارنا في التكنولوجي، وماذا بك ما يطلقهاش بالاس ام اس.
ماشي درك كل التكنولوجي كاين اللي يبعثها لا، ولكن حبيت نقول باش يرجعها ساهل، خاطر الشرع يسهل، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. سورة البقرة الآية 185. لذلك يا جماعة الخير واش نقولوا في هذه النقطة؟ مؤقتا يمنع الزواج بها من الغير، ولكن إذا انتهت العدة، هاو فاتوا 3 شهور، فاتوا 4 شهور، فاتوا، وبعدين المرأة خلاص أصبح الطلاق بائنا بينونة صغرى، لو كان يجي واحد آخر يتزوجها نورمال يجوز، ما يجيش الزوج نتاعها المطلق نتاعها يرقد حتى يفوتوا 4 شهور ولا 5 شهور، ولا يقول له حبس هذه مرتي. نقول لك ميم إذا كان ما وصلتش القضية المحكمة ماهيش مرتك، بقى على خير. ممكن يقول أنا عندي ليفري فامي ما راحتش لافيرون جيستيس، نقول لك من بعد، مع ذلك يفرى الشغل. القاضي كي توصل لافيرون جيستيس واش يدير القاضي؟ يجي يصدر الحكم بإيقاع الطلاق، يقول كيما طلقتها منذ 5 شهور يصدر الحكم هكذا، اسمه بأثر رجعي. والزواج اللي تزوجت هذه المرأة بالفاتحة يصدر حكم بتسجيل عقد الزواج المغفل ولو لأنه لم يسجل في الجهات الرسمية المختصة. زيد منين هذا الدليل؟ الدليل المادة 22 من قانون 84/11 المعدل والمتمم. يكفى شغل. ما فيهاش اللعب في هذه الامور، ماشي واحد يقول كيف ولا ما تقدر دير والو. فاتت العده، الشريعه هي تدخل هنا. الشريعه حتى كي يكون فراغات في التشريع، القانون تاع الجزائر جاب لنا ماده هك، ماده حلوه تقول تنص على الاتي بالحرف الواحد فتح القوس: كل ما لم يرد النص عليه في هذا القانون يرجع فيه إلى أحكام الشريعة الإسلامية. غلق القوس. هذا شو المعنى؟ أدي قال القانون ما إلا شو يخص ذي القانون هكي القاضي يروح للشريعة صافي، الشريعة أكد ني غيدنا. إذن فلنحذر. طيب يا سيدي، ذكرنا الآن 128 من سورة البقرة، العدة نتاع المطلقات ذوات الحيض والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. ولكن معتدة الوفاة، شكون معتدة الوفاة؟ اللي مات راجلها عندها حق تتزوج متى؟ كي تخلص العدة اللي هي 4 شهور و10 أيام. الدليل وراه في سورة شكون يفكرنا؟ البقرة، رقم الآية 234. ربي اللي قال يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. اللي بغى يتزوج الأرملة اللي ما تزوجها يشفى وقتاش ما تزوجها، كي خلاصوا 4 شهور و10 أيام ديريكت يروح يخطبها ويمدوها له عادي. إذا مدوها له والخطبة اسكو يقدر يخطبها؟ لا. بالتصريح لا، بالتعريض بالتلميح نعم، طبقا للآية التي تالي التي ذكرناها في سورة البقرة اللي هي الآية 235 من سورة البقرة. كل شيء مضبوط، غير احنا اللي عندنا الشريعة كيما هذه، غير احنا برك باش نحمدوا ربي. كي نقراو في الحلقات العلمية ماشي غير العلم في حد ذاته، باش نحمدوا ربي. لو كان نعطي لكم مقارنات تخلعوا، الاخرين عايشين في ظلام دامس
ولا تظهر قيمة النور إلا إذا اكتنفنا ديجور الظلام. أنعمه من المريسين بنادم القيمة انتفاث ذي ظلام ذايا كان. لذلك هي تفاصيل مهم باش نحمد ربي على هذا الضبط، على هذه الرعاية، على هذه المرافقة، على هذا السياج المنيع الحافظ للأسرة وللمجتمع. صفية مثلا هذا نمسفهم هذه اسمها المعتدة من طلاق أو وفاة. صفية مزورة المرأة المحصنة في السناث نناد الجمع بين محرمين، في ثلاثة المعتدة من طلاق أو وفاة، في أربعة المطلقة ثلاثا بالنسبة لمطلقها، أي المطلقة بالطلاق البائن بينونة كبرى بالنسبة لمطلقها. شو المعنى يس؟ مليوني فريث مطوثيس طلق نيام قرآن البائس مثل البائن بينونة كبرى وقين الناد ماشي الطلاق نذكيوث الجلسة أسيني أنت طالق 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 نغسيني أنت طالق 33 مرة وقي تعتبر طلقة واحدة، طبعا ترجيحا للرأي الذي يقول بهذا المعنى هكذا معنى، وكان يشير إلى هناك رأي آخر، ولكن المفتى الذي يفتى به الآن عموما هو هذا حفاظا على كيان الأسرة، وفي اعتبارات أخرى اللي خذوها الفقهاء لترجيح هذا الرأي. شوف غادي نير ما يليون يفريسيت مطوثيس مثلا طلقة مزوالوث رجعية راجعها في العدة، بعدين بعد مدة زاد طلقها طلقة ثانية، بعدين راجعها كي طلقها الطلقة الثالثة، هذا هو الطلاق البائن بينونة كبرى، لا يجوز له أن يتزوجها إلا إذا تزوجت غيره زواجا شرعيا وبعد فراقها له إما بوفاة أو طلاق فراقه لها باش يستقيم الأمر، إلا بعد فراقه لها بطلاق أو وفاة وبعد نهاية عدتها. معنى لا شك أن الأمل ضعيف جدا. ملمي زمرات سياغ وقيس يفرنا كارقازا قيس يفرنا ثلاثة خاطر ربي قال في القرآن الطلاق مرتان فإمساك بمعروف وتسريح بإحسان. وإذا قلت لكم سادتي بأن الرأي الذي رجحناه كما رجحه العلماء باللي حفاظنا على الأسرة إذا طلق في مجلس واحد عدة طلقات يعتبر طلقة واحدة، ولكن لا، هذا لا يعفي هذا المطلق من الإثم، هذا طلاق بدعي صاحبه آثم. وين يفرث مطوثيس الطريقة يقي البدعية أولا يقي طلاق بدعي ماشي طلاق سني يرنا يسعى ذنوب غير ربي سبحانه. النبي عليه الصلاة والسلام كي قالوا له فلان طلق زوجته ثلاثا فقط يعني في مجلس واحد هكا، إناس أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قرأ الآية باش يغدي في النبي عليه الصلاة والسلام الطلاق هي أحكام شرعية دقيقة واضحة تحمي الرجل والمرأة والأسرة والمجتمع. إذن يا جماعة الخير هذا نمس فهام ما يلي فريا سكدني الطلاق بين الكبرى باش هذا تدير هذا يعاود الجواج يدس إلى قد تزوجا وكذوايض ألما أهث يموت نغي فرايس ميث فوق العيد دينس ذاقي يسعى الحق أذي يعاود الخطبة تجديط الخطوفقة تجديط الفاتحة تجديط ثعمم تجديط ورنوذا العقد جديد، العقد يعني على مستوى المصالح الرسمية المختصة. حسن صافي ثقي تيس 4 تيس 5 ذا شوت
هي المرأة التي لا تدين بدين سماوي، يعني غير الكتابية. غير الكتابية. طبعا ماذا بك المسلم يتزوج مسلمة، ماذا بك، ولكن إذا كان تزوج كتابية، سواء تكون مثلا مسيحية أو يهودية صاحبة كتاب، الزواج بها يجوز، ولكن أقل ما يقال عن هذا الزواج أنه مغامرة غير مأمونة العواقب. لذلك ساكين سوالو يقارن له مارياج ميكست، الزواج المختلط، مشكلة كبيرة جدا، خاصة في هذا الزمان، الزواج بالإنترنت والزواج كاين كوارث تحصل في هذا الزواج المختلط الذي يثير على المستوى الواقعي بمنطق الإحصاءات والقضايا المعروضة على مستوى القضاء في الجزائر أو خارج الجزائر، قضايا على مستوى النسب، قضايا على مستوى النفقة، قضايا على مستوى الحضانة، قضايا على مستوى الميراث، وقضايا على عدة مستويات. إذن فالأمر خطير. في غادي نيغ وكذاكي أهث يعني سوالين كان سوف لا يشبح يرقم، يتوالي كان يخدم الكواغض وكذا إلى آخره، يغال الزواج ذو التجارة والتصق الشمن ديال المغامرة ياكي ندمن، ولكن إلا وندا وتنفعل ندما ذاين. مرة واحد مسكين تزوج واحدة مسيحية، من بعد ولو عنده ذراري وتربيهم هي على المسيحية، الصالون نتاعو حولته إلى كنيسة، وكي يدخل يلقى يديروا لماس في الصالون تاعو، هو يروح للكوزينة ولا وين يروح للشومبرا ولا يصلي صلاته. كيفاش يدير؟ هذه زوجته، هذو ولادو، يطلقها، يتحمل المسؤوليات، ما يديرش، عنده أمل بالك ربي يهدي ولادو كي يكبروا. مسكين مسكين مسكين. وقد أذن لي بالرواية، نقول هذا التعليق باش نبقوا دائما في إطار الشريعة كعبرة لمن يعتبر، ولكن كما قال الإمام علي بن أبي طالب رحمه رضي الله عنه وكرم الله وجهه، قال: ما أكثر العبر وأقل الاعتبار. يعني أتصل تلوفان قدران باش نكون نراضار، باش الدريان نغادر نظار، وربي يهديهم ويهدينا جميعا إلى سواء السبيل. ولكن هذه المرأة إذا كانت كتابية يجوز، غير الكتاب، الزواج بغير الكتابية لا يجوز مؤقتا، لأن الكفر ما يبقاش إلى الأبد. ممكن تكون واحدة كافرة تولي ربي يهديها، ممكن تكون واحدة مجوسية تعبد النار، الزواج بها ممنوع مؤقتا لا يجوز، تعبد ثمست مؤقتا، إذا هداها ربي الإسلام يجوز الزواج بها. ممكن تكون صابئة يعني عابدة الكواكب والنجوم، ممكن تكون وثنية عابدة الأصنام تعبد يزرى، ممكن تعبد يثران، ممكن هندوسية تعبد ثفونست عباد البقر، هذرك وكذا كاينين. لذلك شريعتنا تريد الحماية، تقول لك خاطيك زوج من السلمة وخلاص، وإن شاء الله ربي يفرح على خير. يعني حتى هذون أيضا يحتاج إلى أيضا رعاية، سيأتي البيان في الوقت المناسب. أنعم خطر إذا احترم الناس الإسلام والله غير يعيشوا في سلام حتى يموتوا. كما يقول الناس بكري، يقول يا المرأة تفرقنا غير الموت، حتى تدفنيني ولا ندفنك. وين كاين ما عندهمش فقه بزاف، ما عندهمش، ولكن عندهم رجلة، عندهم كلمة، عندهم النية قبل ذلك، النية قبل ذلك، الأساس هو النية. لذلك أجدادنا وآباؤنا نماذج يقتدى بهم، هذا هو محل قدوة.
رغم أنه سعينا الثقافة تصنع العلم تصنع كانت النية الله يبارك وذر في الدنيا كتسمع ونن مثلها أما فوعار أما السهل لكن يفوي لا أما ذي القرح أما ذي الفرح أما ذي الهنا أما ذي الفتنة أما أين لنا مرحبا يستمع ونن أفوس ذكفوس. لذلك يا جماعة الخير إذن هذه هي الخامسة، هذه هي الخامسة. السادسة اللي ممنوعة هي المرأة الزائدة على العدد المرخص به شرعا. سورة النساء الآية الثالثة: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. شوف ربي سبحان الله، يا رب الله، تعدد الزوجات. نقول لكم بلي موضوع يثير كثير من الكلام، ولكن العلاج نتاعو راه في كلام ربي وكلام النبي برك. مش واحد يخدم مخو يبدا يجتهد وكذا زعما يقول لك واش هذا لابوليغامي واش ما تعدوش يا خويا. علاه هذا كلام ماهوش علمي، كي تقول هذا الكلام غلط. اقرا ما قاله عقلاء الدنيا خاصة عند الحروب والفتن كما حصل في الحرب العالمية، في الحربين العالميتين يعني الأولى والثانية. هذه الحروب التي حصدت الرجال الكثيرين، بعدين المجتمع عاش نوع من اللا توازن، عدد النساء أكبر بكثير من عدد الرجال. وما أذكره في هذا الباب في مؤتمر المؤتمرات في ألمانيا، الدكتور محمد يوسف موسى رحمه الله دار محاضرة في المجتمع الألماني تحت عنوان نظام التعدد حل للمشكلة الألمانية. وجب التعدد. كي نكمل المؤتمر النتيجة داروا توصية بتطبيق نظام التعدد كما هو في الشريعة باش ألمانيا تخرج من هذه الأزمة الاجتماعية الكبيرة. العقلاء يقولون ذلك وعلماء الاجتماع كثير، والوقت لا يسمح باش نفصل في هذا المجال. غادي ربي يناد يجوز يوزي غير 4 ثلاوين يجوز ما قلتش يجب، يجوز مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحد. طبعا في أحكام خاصة بالتعدد، ليس هذا موضوعنا باش نفصلوا فيها. ماشي ربما واحد مع الزوجة الواحدة ما قدرش يقوم بها وكذا إلى آخره ويقوم بواجباته، يروح يزيد زوجة ثانية وبالك يزيد زوجة ثالثة ويهرد كاع الدعوة. أبري الناس يقولوا هذا هو الشريعة، هذا هو الإسلام. الإسلام ماشي هذا الإنسان هو اللي غلط. ولا يجوز نقلا ولا عقلا أن يؤاخذ الإسلام بجريرة المسلمين. أخطاء المسلمين تحملوهم والسلام عليكم. غادي ولا قرا الحسب الإسلام الأخطاء غنولي يدين سلم يهرديتك بعد سنقر ولا هذا هو الإسلام. قلت مشاكل، هذا كلام لا يقوله عاقل. لذلك الكثير من الانتقادات الآن التي نستقبلها الآن في عالم اليوم لا معنى لها، كلام فارغ لغو هكذا. يا خويا خير إن شاء الله، علاش ما توزنش الأمور بالميزان؟ لكن إذا تخلف الميزان وقع الظلم والدمار. في غادي نغيث مثلا وها ربي أمذان صمتوس يوث، ولكن ما إلا يخدم تعدد قد يخدم العدل، العدل المادي، العدل في المعاملات في السلوك. إذا كان في المشاعر هذا أمر لا يستطاع. النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك. النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله، يعني كتاب السنة يا سعدنا. يعني ربما كي نموتوا ما كاينش حاجة ندموا عليها ولم نتمتع بإسلامنا كما يجب. فرصة راحت، نعمة كبيرة. ماشي هذه نتاع الأراضي والعمران والطوموبيلات والدراهم والماكلة هذا كله، لكن هذه النعمة الكبيرة ربي اسمها نعمة. سورة المائدة الآية الثالثة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هي مثلا
ثاني التعدد ثاني مسفى. المرأة الزائدة إذا واحد عنده 4 نساء ما يقدرش يتزوج الخامسة مؤقتا. لو كان واحدة تموت ولا تطلق يجوز باش يتزوج الأخرى، المهم لا يتجاوز عدد 4. هذه هي. إذن ثقي الحالة السادسة. ثم الحالة السابعة المرأة المحرمة من حج أو عمرة مؤقتا. هل يجوز واحد يكون في بيت ربي يشوف المرأة في الإحرام وبعدين يشوف باباها ولا أخوها ولا يقول هذه ماشي مزوجة، يقول ماشي مزوجة، هي راهي في الإحرام درت الإحرام وبعدين يخطبها؟ لا، استنى حتى تكمل الإحرام نتاعها من الحج ولا من العمرة يجوز. إذن مؤقتا في فترة الإحرام. شوف مسألة دقيقة جدا ولكن الشريعة ذكرتها. يعني زرم ما يروح نمدن ما دير كازا ما تسيلاوين، أما غير العمرة ما غير الحج أخذ من الإحرام أنسي الإحرام سي الميقات في الميقات المكان اللي خدم الإحرام فينا ممنوع الراجل يخطب امرأة محرمة ولا متزوجة ولا باغي يتزوجها ولا ممنوع. إذن هذا مؤقتا. إذن وين ندخلوا هذه؟ ندخلوها في الموانع أو المحرمات على وجه التأقيت. الآن خلاصة شريعتنا إذن أعطتنا موانع مؤبدة موانع مؤقتة. فإذا انتفت هذه الموانع في المرأة يجوز للرجل باش يخطبها ويتزوج بها عادي وهو مرتاح. في غادينا الشرع غير ياخذ الموانع المؤبدة المؤقتة. مثلا من الموانع المؤبدة كما شرحنا بالتفصيل فيما سبق، إذا كان واحد يروح يخطب وحده بلا ما يسأل وبالك هذيك الطفلة رضعت من يماه، بالك هو رضع من يماها، بالك هو وهي رضعوا من امرأة أخرى في فترة منذ الميلاد إلى غاية 2 عام الحولين سيني سكواسني مزورة، لازم يسأل درك ماشي بعد ما يتزوجها يكون عندهم الأولاد وبعدين يسأل يقولوا له هذه الطفلة رضعت من يماك بزاف واش يدير؟ يا إما يفارقها وهذا هو لازم شرعا، وبعدين كيفاه وبعدين يقول لك والأولاد وكذا وكذا، وطبعا لازم يفارقها شرعا، ولا يكمل في الحرام. شفتوا المشاكل؟ لذلك يا جماعة الخير مليح السؤال. وإذا كان بعض النساء سمحوا لي هذه نساء في المناسبات، هذه جنازة هذا عرس، ممكن تشوف الطفل ترضعه لازم تشفى عليه، تشوف يما تقول له وليدك رضعته خلاص يشفى ويخبروا الأقارب قال في حالة ما خاطر كاين الوفاة ولادي كذا كذا، هذه أخت من الرضاعة أخ من الرضاعة داين. هذا كمثال ذكرناه بالتفصيل فيما سبق. إذا هو استقصي قبل ماذا المحرمات المؤقتة أيضا مهم. الإنسان كي يخطب امرأة لازم يشوف إذا كان راهي في العدة، إذا كان راهي في العدة شكون اللي عنده حق يرجعها؟ زوجها. نزيد نأكد ربي سبحانه قال المرأة بعد الطلاق الرجعي ما تخرجش من الدار، ما يلزمش تدخل تغننت هذه واعرة، وين تكون تغننت يا لطيف؟ الراجل يطلق مرته يقول لها يا المرأة انت مطلقة، نورمالمون المفروض تبقى في الدار ارجز ما يفريت مطوطة تقيم القخام وتتفغارا وتتفغ وتتسفغ الخضار، بمعنى ما تخرج هي ما يخرجها هو ما تخرج الخبار.
خاطر ممكن هي ما تخرجش الخبر خرج، ممكن يوصل الانترنت كاع. سورتو درك مع الهم نتاع فيسبوك، ما نقدرش ما نسميش الهم، نسميه الهم ونسميه الهم لأنه هم استخدام سيء للغاية. تيزمر غادي كاين اللي يستخدم الأمور هذه حلوة، كاين مانيش قاصدهم كاع، اللي عنده عقل يستخدم الانترنت ما شاء الله أعطيهم الصحة. معظم الناس يستخدموا هذه التكنولوجيا كوسيلة دمار وفضائح وقطع العلاقات وتمزيق الأواصر وإثارة الفتن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. في غادينير صمتو ثيفريس ورقاز تقيم خا تقيم ذو خام برقازيس تقيم ذين أم بعد نرجع تعدي سمانة 10 أيام 20 يوم أقور ذو النفس يفكيس الشرع شثور يفكيس الشرع الحق باش هذا مسفهاما هذا ندمن يسهل هذا مسوغالا، ولكن ما تفغ سقخان هذيك شمنت لي كونسيديراسيون ثياب اعتبارات اخرى. ممكن باباه يقول صافي طلقك، ممكن هذاك يرجع يقول سمحي لي انا حبيت نرجعك، تقول له هضر مع بابا، وباباها يقول حبس ندير اجتماع نجيب عمها ونجيب خوالها ونجيب خاوتها، وجا لك الزوج مريح يقول لهم رجعوا لي مرتي، يقولوا له ما نرجعوها لكش طلقتها خلاص. ممكن هو يجي وصحابه يقولوا الراجل يحكم في كلمته، شنو هذا؟ ممكن هي يجيو صحاباتها يقولوا لها يا المرأة اللي بدلك بالفول بدلوا بكشورو. أنا عاميه شرعي لا جوستيس والقضاء والمحكمة بلطو افريكان، تعرفوا بلطو افريكان شكون؟ تاع المحامي القاضي بلطو افريكان. يلا نروحوا للبلطو الكحل، نخليو البرنوس ونروحوا للبلطو. لا ندري، ولكن ربي واش قال؟ سر قال لا بعد الطلاقه كي يطلقوا ما ديرش المراه اس ام اس. كاين الهم واحد اخر، الراجل يقول لها يا المراه مطلقه يا اما تسجلوا ديريكت، لا تكنولوجيا عاليه تبعث يماها وكاع لا فامي يسمعوا، يا اما تبعث اس ام اس زوجي طلقني على الساعه 10 بالضبط وهما يسمعوا بعد. لذلك ربي واش قال؟ لا تخرجوهن من بيوتهن والسفوغ ثلاثي قادم يثفرام سقخا من السنت غاسو ما لا عقد فلاش فرقزي قال العقد هو المالك مثلا صاحب عقد ملكية، ولكن ربي هنا أعطى إشارة قوية قال من بيوتهن لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن وثنت السفوغ ثرى سقخا من السنت وتسفغن تسلفغين سنت روح المدينة ربي لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. شو المعنى؟ ربي سبحانه قادر باش يحول الشقاق إلى وفاق. يا خاكا ربي يزمر أدي يسرس الرحمة ذقولاون ماذم يعقالا وذن دما وذن سغالا. يا أخي ربي على كل شيء قدير، كن فيكون. قال الله تعالى في سورة إنما أمره إذا قال، وين جت هذه؟ سورة ياسين الآية. دائما كي نقول الآية نلقى المشاكل. سورة ياسين الآية 82 إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون.
والحمد لله رب العالمين.